أنا الرجل الثاني في المخابرات المغربية، المطلوب الأول من العدالة المغربية. كأن قصة دريس البصري كتعاود في 2025. شكون هذا اللي خلى المخزن كيترعد؟ شنو تما المغرب؟ سيداتي سادتي، رحبوا معنا بنائب رئيس المخابرات الخارجيه مهدي الجيحاوي اللي بدا المسيره ديالو مع لاجيت في 1994 من بعد ما تدرب على يد المخابرات الامريكيه والفرنسيه. السيد قافز والبق ما يزهق، من الاول بداو كيكلفوه غير بالمهام الصعيبه بحال قمع النفوذ ديال بوليساريو في اوروبا والتجسس على القاده الكبار في اسبانيا وفرنسا. المخابرات المغربيه كانت دايره فيه الثقه العمياء، ولكن شويه بشويه السلطه بدات كتكبر والاعداء داخل لاجيت كيكثروا. صحيفه الكونفيدونسيال الاسبانيه قالت أن سبب هاد الأعداء هو أن مهدي كان قريب بزاف من القصر الملكي وكان كيتعنى بها في مصالحه الخاصة، حيت اللي تعنى بالقوة كيموت بالضعف. صحابو في الخدمة يبداو حاضينو غير يغلط، وأي خطأ بسيط كيتشكاو به الملكنا. شكاوي ضده بالابتزاز كيكثروا وملكنا يطالبوا بالإقالة. واخا خدمته كان كلشي كيشهد بها، مهدي غيتصدم غيحقد وحلف حتى يرجع للأمن باش ينتقم. سنين من بعد يتم التعيين ديالو كمستشار امني من طرف علي الهمه. مهدي الحجاوي يدخل بخطه جديده، نتمسكن حتى نتمكن من ارجاع قوتي والنفوذ ديالي اللي كانوا عندي في القصر الملكي. مهدي ولا محظي والاعين عليه، والصداقه ديالو مع الاخوه زعيتر ديرونجات المخابرات حيت اتهموه انه كيوصل الاخبار السريه ديال البلاد. الناس قرابين في القصر، ولكن الحجاوي راسو قاصح ما مسوق لتا شي حد وتيتمادى في داكشي اللي كيدير، حتى غادي يطيح في خانه الغضب الملكي مره اخرى. وهنا كارثه كبيره توقع داخل المخابرات الخارجيه. اش درتي يا مهدي؟ وعلاش بغاو يشدوك حي ولا ميت؟